طيب نتكلم بقى على الدراسة. وأنا خلاص عرفت حضرتك اخترتِ الطب إزاي والدنيا مشيت إزاي، التخصُّص بقى. إن وأنا طالبة في الكلية كنا بناخد طبعًا جلدية، جزء من المناهج بتاعتنا، ما كانش عاجباني الجلدية خالص وأنا طالبة، كنت رأيي إن كلّها شبه بعضها، كلّها بُقع حمرا، طب وإحنا هنفرّقهم إزاي من بعض؟ على الأقل القلب فيها حاجة نسمع بالسماعة نفرق حاجات كده نعمل تحاليل إنما الجلدية ده كلّه بُقع حمرا هنفرّقهم إزاي؟ ما كنتش عايزة آخد جلدية خالص أصلًا. وبعدين لمّا خلّصت الكلية، أول حاجة الصراحة كنت عايزة آخُد cardiology قلب، أمراض قلب، بس قالوا لي وقتها لا، لأ صعب، أمراض القلب وقتها على بنت هيتعبوكِ جامد، وأنا ما ليه ليش بقى؟ بقى، مش عارفة هم قالوا لي كده، يعني أنتِ سألت قالوا قالوا إن لي هيبقى المضيفة، قالوا لي آه القلب. بالضبط، قالوا لي لأ، أمراض القلب في الكلية في الوقت ده هتبقى متعبة جدًا عليكِ وهيبقوا stressing عليكِ عشان أنتِ بنت. فكان طبعًا أول option هو الجلدية على أساس إنه الواحد يقدر يروح شغله ويرجع يبقى شخص عارف يعيش حياته، فده كان السبب الأساسي إن أنا اخترت وطلعت كده جلدية. فعلًا والّا لأ، ده خدعتِك؟ طلعت أحلى من كده. لمّا دخلتها بقى الحقيقة طلعت إنها ممتعة.